السلام عليكم، ازيكم يا شباب؟ عاملين ايه؟ الحمد لله خلاص وصلنا لليله الكيمياء، وانت ممكن تكون ضيعت نص اليوم بتاع امبارح. فتعال اقول لك كده تعمل ايه النهارده في الكيمياء وبكره كمان، وازاي تخلصهم، تراجع على كل باب. والاهم من المراجعه ان في حاجه مختلفه في الكيمياء عن كل المواد، الا وهي حته التريكات. ومحتاج انت تكون لامم افكار على كل باب، على عكس اي ماده. مش مجرد انت راجعت الشرح هتعرف تحل، لا، انت ممكن تراجع اصلا ما تعرفش تحل بسبب ان انت مش معاك الافكار دي. فاقول لك تجيب الافكار دي منين، وكمان تراجع مع مين من المدرسين اللي هو ينجز معاك، حتى ولو انت مثلا كنت مضغوط في الوقت وكل الكلام ده. فكمل معايا الفيديو، ما تنساش اللايك والاشتراك في القناه وتفعل زر الجرس عشان يجيلك كل الفيديوهات اللي جايه. بص، انا كنت قلت لكم امبارح على القناه بتاعه التليجرام ابداوا مراجعه كده بالعضويه. فاللي راجع منكم العضويه هيستمر زي ما هو، يراجع عادي الباب الاول والثاني مثلا النهارده، او هو راجعه او لا، وبعدها الباب الثالث والرابع يعمل زي ما عمل في العضويه بالظبط. طيب هيعمل ايه بعد كده؟ هقول لك بقى في اخر الفيديو ان شاء الله تكمل ايه بالظبط كده، وتعمل ايه علشان اصلا تحل وتعمل زي ما انا قلت لك في اول الفيديو. طيب لو انت ضيعت نص اليوم بتاع امبارح تعمل ايه؟ بص، مستر خالد صالح شفته كان منزل فيديو كده 12 ساعه. هل 12 ساعه كتيره؟ لا، مش كتيره ولا حاجه، ده المنهج كامل اصلا. 12 ساعه دول ازاي تستغلهم اصلا، وكمان تخلص معاه الافكار، والاهم من الافكار ان انت تحل اصلا. بص يا عم، في ابواب معينه كده لو انت مش محتاج فيها مستر خالد صالح ما تسمعهوش، فمش شرط اصلا تسمع. يعني مثلا الباب الاول، انا اقول لك على كام حاجه كده. الباب الاول المفروض تكون فاهم كل باب المهم فيه علشان تراجعه بسرعه. ما تقعدش مثلا قاعد لي امبارح نص اليوم كامل في الباب الاول، بصراحه مش طبيعي خالص. بص يا عم، الباب الاول فيه شويه العناصر الانتقاليه وخلصهم ومش عارف ايه. تيجي بعدها على شويه الحاجات بتاع الحديد، انت المفروض انت المستر هيراجعهم لك لو انت هتسمع مستر خالد صقر، وهيراجعهم على السريع وهيراجعهم. انت ما تكونش قاعد منصت، بالله عليك ما تكونش قاعد منصت كده وساب المستر بيشرح لحاله. لا، راجع معاه، وقف كده مثلا كل نص ساعه ولا حاجه الفيديو، راجع معاه الحته اللي هو راجعها دي. يبقى انت كده هتنجز الباب في اقل وقت. هتلاقي نفسك الباب الاول خلصه في ساعتين، حليت عليه ساعه ولا ساعتين تاني، 4 ساعات خلاص قفلت الباب وقفلته بجد. انت مش محتاج حاجه فيه تاني. اعمل كده في الباب التاني التالت الرابع. نيجي بالنسبه للعضويه بقى. العضويه للاسف هي كبيره شويه، وانا بقول لك عايزك تديها اهتمام اكتر، فهي على تلت الامتحان. بص يا عم، الاهم من العضويه، ولما العضويه الرغي بتاعها ده كله والمستر هيراجعها لك على السريع، واكيد هيراجع لك المعادلات بتاعتها، فانت ركز مع المستر. ولكن هل تذاكر المعادلات من مع المستر؟ لا. بص، على قناه التليجرام هسيب لك اللينك بتاعها في الكومنتات، انت تدخل فيها. لسه كنت باعت لك امبارح ايه المخططات. بجد انا كنت كاتبها السنه اللي فاتت، كنت كاتب كل مثلا المخطط بتاع كل مركب كده ايه في صفحه واحده، وكنت رامم لك كل المعادلات اللي فيها. فانت بالله عليك وانت بتراجع المعادلات راجعها من هنا، وسواء على فكره حتى المعادلات بتاع الحديد برضو راجعها من هنا. كل الحاجات دي ان شاء الله هبعتها لك على التليجرام، فانت ادخل فيه. فانت بالله عليك راجع المعادلات وكل الحاجات دي من المخططات مش من الكتاب. ليه؟ لان الكتاب رغاي بجد، وكمان حتى انت المفروض تكون بجد حافظ معظم المعادلات، عشان كتاب المفاهيم مش موجود فيه كل المعادلات، وكمان اصلا المعادلات متفرقه على عكس المخطط انت بتكون حافظها وبجد بتعرف تنجز فيه جامد. نيجي بالنسبه بقى كمان الافكار الزياده اللي هي بجد اهم اصلا من ان انت تذاكر. ليه؟ لان انت ممكن تكون بتذاكر الكيمياء بتدخل على الحل مش بتعرف تحل، بسبب ان انت مش عندك الافكار دي. فبص يا عم، انا برضو كل باب كده كنت كاتب عليه شويه افكار. الافكار دي انت بعد ما تراجع الباب اقراهم كده قراءه سريعه. والله الفكره اللي انت لقيتها جديده عليك، او انت مثلا اول مره تشوفها، اكتبها عندك كده. خلصنا يا عم دلوقتي كده، خلاص الشرح، خلصنا مثلا الافكار ورجعنا على المخططات وكل الكلام ده. نيجي بالنسبه للحل بقى. طبعا انت اصلا عملت كل الكلام ده اكيد مش في يوم، يعني الفيديو 12 ساعه، قسمه النهارده وقسمه بكره. هل يخلص؟ اقسم بالله يخلص وبكتير كمان. فانت المفروض انت بكره كده على العصر ولا حاجه، لو يعتبر نص اليوم، تكون خلاص مراجعه الكيمياء. لان ببساطه المفروض ان انت تكون عارف كل باب بيتلم في ايه. يعني باب زي الباب التاني ده، هل تراجعه اصلا من الكتاب، او تراجعه مع مستر خالد، او تراجعه مع اي حد؟ لا بجد. بص يا عم، الباب التاني عباره عن كاتيونات وانيونات وشويه المسائل. كل ده ان شاء الله انا ليه حل عندك. الكاتيونات والانيونات ما تذاكرهاش من اي مكان غير الملخص اللي انا كنت بعته لك على التليجرام. بص، انا كنت ملخصك الكاتيونات يعتبر في صفحه، والانيونات يعتبر في صفحتين ثلاثه بس، على كده الباب خلص. وبالنسبه للمسائل كده كده المفروض انت تكون حافظ القوانين وخلاص. الباب التاني بقى اللي هو قد كده، انت المفروض انت بتكون عارف كل باب والله يتلخص في ايه، وبتلخصه، وده بينجز معاك وقت كبير جدا. نيجي بالنسبه للحل بقى. بص يا عم، الحل ده ان شاء الله هيكون اليوم اللي قبل الاخير، ولو انت رجعت مع مستر خالد صقر فهو بيحل شويه اسئله كده ايه بعد كل باب. ولكن طبعا دول مش كفايه طبعا. المفروض طبعا اليوم اللي هو ان شاء الله بعد بكره، اللي هو قبل الامتحان بيوم، يكون حل بس، ويكون ماسك قاعد بتحل شامل بس. تحل شامل منين؟ بص يا عم، كتاب الامتحان السنه اللي فاتت بجد كان عالي جدا، كان عالي جدا جدا، بس كنت بستفيد منه افكار حلوه بالنسبه للعضويه. حل منه مثلا حوالي 3 4 شوامل. حل بالنسبه مثلا النماذج الاسترشاديه، حل مثلا 3 4 او 5، ولكن اختارهم بعنايه شويه. اسال مثلا حد صاحبك، اسال مدرس مين فيهم اللي كان كويس، عشان انا سمعت اللي كان فيهم ايه يعني ما فيهوش افكار كتير، وانت محتاج انت تلم افكار. وبالنسبه للسنين السابقه حل 23 و24 بس. 21 و22 لو عندك وقت حلهم، ولكن طبعا 24 و23 الاهم. وبس يا صديقي، اعمل شويه الحاجات دول، وان شاء الله ان شاء الله كده ايه تلم الكيمياء في اقل وقت.
وكل الحاجات اللي انا قلت لك عليها سواء الملخصات او الحاجات اللي انا كاتبها او المذكرات او كده هبعتها لك على جروب التليجرام. كمان كان في مذكرات عضويه كده كانت فيها شويه معلومات اضافيه للعضويه جامده جدا، يمكن هتحل بقى 99% من الحاجات بتاع العضويه. برضه هبعتها لك على التليجرام في المسج تدخل فيه. وبس ما تنساش اللايك والاشتراك في القناه وتفعل زر الجرس عشان الفيديو يوصل لاصحابك. سلام.